اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا مساء الورد والفل والجمال والياسمين على الناس المسكرين اللي بيتابعوني. هنا فيديو شقة عروس دمياط. الشقة دي كانت على النيل، كان شكلها حلو خالص وصورتكم النيل وهنشوف دلوقتي. ومش تنسوا العروسة كده تدعوا لها ربنا يسعدها ويتمم لها على الف خير ويسعدها. هنا كان المطبخ. بصوا، هي الشقة دي هي كانت واخداها ايجار، وعندهم الشقق بتتاخد بالمطبخ. يعني هي راحة، ده مش مطبخها، ده المطبخ ده تبع الشقة، اما بقية العفش زي ما انتوا شايفين ده العريس والعروسة هم اللي جايبينه كده. هنا كان الصالون ده كله طبعا قبل الفرش. بسم الله ما شاء الله، البلكونات كانت جميلة. يا بصراحة الشقة كان موقعها حلو خالص وتحفة. وهنا كان الشاشات والمفارش والسفرة، وهنا النيش قبل الفرش، وهنا حلل الستانلس، وهنا الازاز، هنا البوفيه. فتحت الاطقم كده عشان اشوف. ومش تنسوا اللايك والشير والدعاء، والاول مره يدخل على القناه فعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ فتحية فاروق. بصوا بقى المنظر بقى والجمال، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده ترد الروح. احنا كنا في الدور السادس في العلالي بقى زي ما انتوا شايفين كده. بس حصل بقى موقف بقى في الشقه دي، معرفتش بقى اصور بقيه الشقه وكده، هقول لكم اللي حصل. ده كان المطبخ بقى بعد الفرش. هي العروسة كانت جايبة ميكروويف، وكانت جايبة فرن كهربائي والعجان والخلاط. في حاجات هي فتحتها وفي حاجات قالت لي حطها فوق عشان لما فوق المطبخ عشان لما نيجي نعزل الشقة الجديدة وكده، لان ده هما واخدين، العريس واخد الشقة دي بحكم شغله وكده. هنا كانت الغسالة كانت فوق اوتوماتيك. هنا كان الميكروويف. وروكوا الانواع، كان اسمه جانو. تحت هنا دراج الرفايع، فوق كده ضلفتين ازاز. الرفيع بقى زي ما اقولكوا حدث ولا حرج، السكاكين، المقصات، فوط المطبخ، المصافي، هرسة الطعام، مخرطة الملوخية. حاجة جميلة قوي، بسم الله ما شاء الله. بوريكم بقى بالتفصيل عشان تكونوا عارفين. هنا المقوار، هنا قوالب الكب كيك، هنا البوتاجاز. بوريكم الانواع للعرايس اللي بتبقى تسألني. هنا طقم قهوة اللهم صل على النبي، بالأطباق بتاعته حطيته كده فوق في الضلفة دي مع الإزاز، لأن الرخامة كانت جايبة كل الحاجات أطقم رخامة كتير عشان ما ازحمش الرخامة وكده. أنا أصلا ما بحبش الرخامة تكون مزحومة وكده، بس ساعات بيفرض يعني الوضع. ده هي كانت جايبة الطقم اللي هو 42 قطعة اللي هو المدهب، رصيته في النيش. وكمان كانت جايبة كده أطقم لوحدها. هنا الكنك الستانلس، وعلب التلاجة، علب المية. وده هنا الأجهزة الكهربائية، هنا الهاند بلندر ومكنة القهوة والخلاط. وفوق كمان مكنة القهوة الصغيرة، ومصافي بلاستيك وأطباق، والمبشرة اليدوية. ولو انت لسه مكملة الفيديو معايا دوس اللايك وبعتي الفيديو لأصحابك وحبايبك على الواتس وعلى الخاص، يستفيدوا ويشوفوا اللي ناقصهم ويشوفوا الأذواق. وعقبال أولادكم جميعا وبناتكم يا رب. الضلفة دي كانت زي نيش صغير كده في المطبخ. المطبخ ما كانش فيه صفاية اطباق، ده يعني بدل صفاية الاطباق وكده حطت لها في الازاز وطقم الميليمين للاستخدام. ده هنا طقم شوربة، ده الفرن الكهربائي كان اسمه دي ساوند. ده هنا اللهم صل على النبي صواني ستانلس. هنا طقم توزيع، هي كانت جايبه طقمين توزيع سيليكون. بصوا الطقم ده محدش يجيبه، نصيحة لكم محدش يجيبه، لانه ما بيثبتش خالص على الرخامة ولا له علقات ولا اي حاجة غير الطقم التاني اللي جنبه. هنا القلاية الهوائية، السكاكين الدوار، طقم التوابل كانت جايبة طقمين، الطقم ده والطقم الاسمر. تحت هنا الحلل، اطقم الحلل، وكل طقم مع الجريل او الصواني بتاعته. تحت كده طقم الألمونيا اللي هو بيكون
مرسوم عليه من بره كده بالليزر. هنا بقيت اطقم الحلة، هنا الاستانلس، هنا طقم الاستانلس ده من اللي هو الكامل، بصراحة جميل خالص. وهنا كمان مصافي استانلس وحافظ الطعام، عمود طعام. وهنا بقيت طقم الحلل، اطقم الحلل. هنا طقم التيتانيوم. هنا بقى مكان للأنبوبة، بس الشقة كان فيها الغاز الطبيعي. هنا بقيت الصواني، صواني الاستانلس وصواني التقديم اللي هي الكبيرة والصغيرة. هنا ترمس الشاي وطقم كنك. ده كده طقم قهوة بالفناجين بالأطباق بتاعته، وطقم استانلس توزيع. ده صواني الفرن والطاسات اللي هي القلايات. ده هنا كانت الغسالة، كانت LG. هنا بقيت بقى الرفايع البلاستيك والمصافي وعلب التخزين وعلب التلاجة. هي العروسة كانت عاملة مطبخ، بس المطبخ بتاعها كان ألمونتال، كان جميل جدا يعني. هي ورتهولي وقالت لي بس مش كان هينفع هنا في الشقة، لأن احنا كنا هناخد شقة تانية غير دي. فلما اجى شغل العريس اتغير وكده، فاستقروا بقى على الشقة دي وكده. قالت ايه لما نفرش بقى الشقة التانية هبقى احط المطبخ بتاعي فيه. مطبخها كان ألمونتال اللي هي جايباه. بصوا بقى الضلف اللي تحت المطبخ دي، ده حطت لها فيها بقى الأطباق الكبيرة اللي ملهاش مكان. وباسكت الزبالة، وده كان أيادي للمساحات والمقشات، هي بقى تبقى تركبهم ساعة الاستخدام. هنا بقى الشكل من بره كده. هنا بقى كان النيش. بصوا بقى انا ما صورتش بقية الشقة عشان النور كان قطع وكده، ومش كنت لسه هستنى لان المسافة بعيدة من الشرقية لدمياط، كنا هنيجي في نص الليل. فانا ايه ان شاء الله العروسة تبقى تبعتلنا بقى بقية الشقة اما تفضى كده بقى من الفرح وكده. ده كان النيش بعد الفرش. كنت صورته بالطول مقطع ريلز كده بعد ما خلصت رسم مباشرة. لو كنت اعرف كنت صورته بقى بالعرض زي ما انا بصور على طول، وكنت صورتكم البوفيه كمان. وكانت غرف النوم كانت خلصت، بس كانت لسه اوضه النوم الكبيره كان لسه فيها بس كده بعض التفنيشات. يلا الواحد بقى يتعلم يخلص الحاجه رص من هنا يصورها بعد كده على طول، مش يستنى للاخر. هنا بقى المنظر بقى على النيل، بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله. هوا كده يرد الروح. عقبال أولادكم جميعا، ومش تنسونا باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد.